النادي الإسماعيلي، وبعدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى على الفقرة العالمية ونستمتع مع مجموعة من الأهداف المميزة جدا في فقرة هتاخد حوالي ساعة إلا ربع نستمتع بيها إن شاء الله في كورة كل يوم. دي أزمة مفتعلة. حسني ليه حق إن هو يطلب مستحقاته، وأنا هديله مستحقاته، وأنا ما طلبتش منه، لا ما قلتلوش لأ، لكن بس بإمكانيات النادي، وإن شاء الله هرضيه في خلال يومين جايين. ده ابني، وهو أظن طلع عندكم قال العلاقة بيني وبينه إيه، وأنا طبعا مش هخذله ولا جماهير اسماعيليه هتخذله. ان شاء الله يوم الخميس، قبل يوم الخميس يبقى في الملعب ان شاء الله. ما اعتقدش ان حسني عبد الله بيدي مهله، هو مش حسني اللي يمسك عصايه ويقدم مجلس اداره. مجلس اداره مجلس محترم وبيحبه، ومن غير مهل من غير حاجه. انا متفق معاه ومتواصل معاه. ما اعتقدش ان هو يقصد تهديد. يعني ما فيش لعيب من اللي قلنا مش منقيينه. احنا دلوقتي عرفنا الخطه. الخواجه طبعا اللي عمل كده وقال انا عايز 3 هنا و2 هنا و2 هنا و2 هنا، وعايز الافارقه دول. كل اللي هو عايزه حطيناه قدامه بدايل. اللي موجودين في الملعب دول هو اللي نقاهم وهو المسؤول عنهم. واحنا طبعا عملنا سيرش عليهم ولفينا وعرفنا امكانيات كل واحد. وان شاء الله السنه دي الصفقات دي هترفع النادي الاسماعيلي لمكانته ان شاء الله القديمه باذن الله. لو كانوا بيتكلموا ان في ديكتاتوريه، ده هم اللي طلبوا التصويت، والتصويت طلع 4-3، ما طلعش لا بتربطه ولا حاجه. انا قلت ليه بقى ليه عايز اجدد لريكاردو. هم اللي كانوا مربطين، واحد منهم قال لا انت عندك حق وصوت مع بقائه. ولو كانوا هم قالوا يمشي، انا مش بقيت عيلتي يعني، كان يمشي. فللاسف طبعا كنت بتمنى انهم يكملوا، وللاسف الكابتن عاطف بيتكلم كتير، لكن انا مش هتكلم. هو عارف ان انا لو اتكلمت ورديت هقول بس الصفقات اللي هو كان جايبها ايه، لكن انا مش هتكلم لان ده ابني. وبتمنى ان هو ما يطلعش يتكلم كده، لانه لما بيطلع الناس بتهاجمه وبيفكر ان انا بهاجمه. انا ما بهاجموش، ده في بيني وبينه علاقه كويسه، وبتمنى انه يحافظ عليها. ماني توك، الفلوس بتتكلم. هو جاله 40 مليون جنيه، من حقه يجيب احسن لعيبه في مصر، وجايبهم من الاعضاء. بتمنى انه ابقى زيهم، وانا اجيب احسن مش لعيبه في مصر، في العالم كله. كل ما هتلاقي في نجاح في الفرقه، وكل ما هتلاقي نجاح في النادي الاجتماعي، الاعداد دي هتزيد. في قصار القامه، قصار عايزين النادي ينزل لهم ويمسكوه. مش هتحصل. النادي في ايد امينه، وسيظل في ايد امينه لما هديله واحد امين. كل الصفقات اللي حصلت احنا مش على درايه بيها بالمعنى اللي انت تفهمه ده، لكن احنا السنه اللي فاتت قعدنا بدري جدا وفكرنا ازاي هنحضر النادي الاسماعيلي للموسم الجديد، بصرف النظر عن ان احنا موجودين او مش موجودين. فقعدنا وطلبنا مراكز معينه في التيم، وبدانا يجي لنا معلومات عن اللعيبه، وبدانا يجي لنا سيديهات نتفرج عليها، وبدانا نتابع الناس اللي احنا عايزينها. ولكن معظم الصفقات اللي جت او ما كانش كلها بالظبط، فاحنا مختارينها لان دي مراكز انت مسؤول عنها. ده تقرير كمان الجهاز الفني معمول فيه ومطلوب فيه الطلبات دي بالمراكز دي موجوده في الملعب. طبعا برحب بالكابتن عصام الحضري وبيته. طبعا هو الراجل مش غريب، كان موجود معانا في موسم 2009 2010 كان موجود في النادي الاسماعيلي. فان شاء الله يبقى اضافه للفرقه ان شاء الله، ونقدر نعمل حاجه نسعد بها جمهور النادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا الكابتن عصام طبعا راجل خبره طبعا كبيره، بستفاد منه طبعا في الملعب. منافسه طبعا شريفه، بتبقى الاحسن يلعب ويفيد النادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه، ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله نسعد بها جمهور النادي الاسماعيلي ان شاء الله. لحد دلوقتي ان شاء الله انا موجود في النادي الاسماعيلي. بتمنى المشكله تخلص، ومشكله الفلوس دي ان شاء الله نحلها مع الحاج محمد وبتاع، ان شاء الله نقدر نخلصها، وان شاء الله موجود مع الاسماعيلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا قلتها قبل كده، قلتها كذا مره طبعا، وجمهور النادي الاسماعيلي زعلان مني اللي انا رحت مضيت في نادي الزمالك. انا بقول للنادي الاسماعيلي، انا لو مش بايع النادي الاسماعيلي كنت طلعت اتكلمت زي ما احمد شناوي عمل في المصري، قال لهم اعتذر للناس بشكل محترم وكان مشي من النادي الاسماعيلي. بس انا ما فضلتش ان انا اعمل كده، فضلت ان انا افضل في النادي بتاعي لاخر لحظه. فانا مش عايز امشي من النادي. طبعا كل مشكله المستحقات بتاعتي، فاتمنى ان شاء الله الحاج محمد الفتره اللي جايه يوفرها لي، يوفر لزمايلي كلهم موضوع المستحقات بتاعتهم، عشان نقدر نعمل حاجه للنادي الاسماعيلي ان شاء الله الفتره اللي جايه وجمهور النادي الاسماعيلي.
ان شاء الله بتبقى بدايه كويسه للفرقه واستعداد قوي، وان شاء الله انا شايف في صفقات كويسه جت النادي. طبعا الفرقه قيمه زي الكابتن محمد صبحي والكابتن محمد حمص، دول من عناصر كبيره في النادي الاسماعيلي، ويعني من اكبر اللعيبه في النادي الاسماعيلي، وطبعا ليهم تاثير، طبعا ليهم كانوا بيلموا الفرقه وكباتن الفرقه فليهم تاثير طبعا. بس ان شاء الله يعني احنا الصفقات اللي جايه برده كابتن احمد سمير فرج، وفي لعيبه كابتن عبد الحميد شبانه، في لعيبه برده كبيره وفي صفقات كويسه، وان شاء الله تقدر تساعد الفرقه السنه دي وتفيد الفريق ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. والسنه دي ان احنا مركزين جامد جدا، وزي ما انت حضرتك بتقول يعني ان احنا في لعيبه تدعيم كتير قوي السنه دي، منهم الكابتن عصام الحضري وكابتن شبانه والكابتن احمد سمير فرج، فان شاء الله يساعدونا السنه دي، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله. وانا اتمنى بصراحه ان الكابتن حسني يبقى موجود معانا السنه دي كمان، فان شاء الله باذن الله احنا مركزين جامد جدا السنه دي ان احنا نعمل حاجه باذن الله. ان شاء الله باذن الله نرجع تاني يعني النادي الاسماعيلي لكيانه ولقيمته السنه دي تبقى بشكل مختلف، لان السنه اللي فاتت انت شايف ان ما كانش في جمهور وما كانش في كوره. السنه دي الجمهور لما يرجع ان شاء الله باذن الله، واحنا عندنا الحمد لله جمهور محترم، جمهور بيدينا دفعه ان احنا نفسنا نعمل حاجه للنادي. والسنه اللي فاتت يعني حاجه كان غصب عننا، ان شاء الله باذن الله السنه دي في تدعيمات جت، في جهاز فني موجود من اول السنه، في الحاج محمد السنه دي اتكلم وكان معانا النهارده بيتكلم ان الفلوس هتكون تدعيمات ماديه، دعمنا في الملعب بلاعيبه كويسه، لعيبه قويه، ان شاء الله باذن الله السنه دي نقدر نعمل حاجه للنادي الاسماعيلي. بدايه ان شاء الله نتمنى ان هي تبقى بدايه خير على كل مصر وعلى الكره المصريه عموما ان شاء الله. شايفين ان في اهتمام في كل الانديه، في تدعيمات فعشان كده توقعاتنا للدوري السنه دي هيبقى دوري سخن زي ما بيقولوا قوي. احنا الحمد لله النادي الاسماعيلي بيتفرض عليه زي ما قلت يا احمد قبل كده عمليه الاحلال والتجديد. احلال والتجديد في العالم كله بتتكلم كل 10 سنين. النادي الاسماعيلي لظروفه الصعبه اللي هي معروفه لكل الناس وكده بتضطر ان انت في ناس بتمشي ما بتكملش عقودها لامر او لاخر، فبالتالي انت بتفرض عليك كل سنتين ان انت تعمل احلال وتجديد. انا بلعب في نادي في الهند، فرجعت يعني ما خدش يومين يعني، وكيل اسمه محمد علاء كلمني وكده، والحمد لله يعني خلصت في يومين يعني. قعدت مع الناس مجلس اداره والحمد لله يعني ناس محترمه جدا، واي حد يتمنى يلعب في النادي الاسماعيلي يعني. طموحاتي مع النادي ان شاء الله احقق بطوله يعني اي نادي اسماعيلي احسن كره في مصر واحسن من احسن اللعيبه اللي في مصر يعني، بس ناقصهم بطوله عشان صدق الجماهير فيهم، والناس جماهير يعني لازم بطوله ان شاء الله باذن الله الموسم ده ان شاء الله باذن الله يعني. فرحان جدا طبعا انا موجود في بيتي، النادي الاسماعيلي ده بعتبره بيتي، ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظن الناس. ويعني بحب اشكر كل الناس اللي كانت مصره ان انا اكون موجود في النادي الاسماعيلي تاني، وان شاء الله باذن الله اقدر اثبت لهم ان انا كنت عند حسن ظنهم وابذل اقصى ما عندي باذن الله. وان شاء الله بنوعدهم احنا كتيم ان احنا باذن الله نقدر نفرحهم السنه دي، بقى لهم اكتر من 13 سنه ما فرحوش بالبطوله. النهارده قرينا الفاتحه مع مجلس الاداره كلنا بنيه صافيه كده، وكله ان شاء الله يعني داخل بعزيمه على الموسم الجديد، وان شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس كلها باذن الله.